في ليله مظلمه وسط الامواج اللي ما كترحمش كان واحد الشاب مغربي ما هز معاه حتى شي حاجه اللي عندها قيمه، لا ضمانات ولا حتى طريق واضحه اللي كان غادي فيها. كان هز معاه فقط حلم اللي كان كيبان مستحيل. هاد الدري غادي يقمر ويختار البحر ويغامر بحياته على الفلوكات ديال الهجره السريه، وما كانش عارف واش غادي يوصل وين جا فعلا ولا غيكون غير ضحيه وسميه اخرى من الناس اللي مشات وضاعت وسط البحر. بطل القصه ديالنا اليوم سميتو حمزه بلاري، اللي كان كيقلب على فرصه وحده، فرصه ديال انه يولي لاعب كره قدم محترف. قصه واعره بزاف اللي بدات في الزناقه ديال المغرب وغتوصل حتى للابواب ديال الليغا الاسبانيه. فكيفاش تحولات رحله ديال الهجره السريه حريق كما كنقولوا القصه كرويه عجيبه وما كتعاودش بزاف. في هذه الحلقه غادي نشوفوا التفاصيل كامله ديال هذه القصه الواعره بزاف اللي غيرت الحياه ديال اللاعب المغربي حمزه بلاري. كل هذا وداك دابا على بوتوغول. البطل ديال القصه ديالنا حمزه بلاري غادي يتزاد سنه 2003 في مناطق الريف في المغرب، وبحال بزاف ديال الدراري صغار في المغرب غادي يكبر هو كيموت على كره، ولكن ما تبعش الطريق العادي اللي كنعرفوه، ما عمره ما تكون في اكاديميات كبار ديال المغرب. وفاش غادي يكبر شويه وفي مرحله حاسمه من حياته، وبحال بزاف ديال المغاربه اللي سواء كيبغيو يغيروا الحياه ديالهم ولا كيبغيو يحسنوا المستوى المعيشي ديالهم يصوبوا عائلاتهم، فكيمشيو للخيار ديال البحر والحريق وانهم يوصلوا لاوروبا باي ثمن، حاجه اللي خطيره بزاف واللي كيمشيو ضحيتها بزاف ديال الناس، واللي واخا غادي تكون نقطه محوريه في القصه ديالنا فحنا ما كنشجعوش عليها وما كنشجعوا حتى شي اشكال ديال الحريق. وحمزه غادي يكون واحد من هاد الدراري حسب التقارير الاسبانيه، وغادي ياخذ قرار صعيب انه يهاجر لاسبانيا عن طريق قوارب الهجره السريه ولا كما كيتسماو بقوارب الموت. هذا القرار كان تقميره باي حاجه، لانه حتى شي واحد ما كيضمن لك الوصول ولا النجاه، ولا انت كاع قطعتي البحر ووصلتي حتى شي واحد ما كيضمن لك انك غادي تلقى هذيك الفرصه اللي كتقلب عليها اللي غتبدل لك حياتك كما كيلتصحاب بزاف. ولكن حمزه كان كيفكر وفي بالو حاجه وحده، انه يحاول يوصل باي طريقه اولا، ومن بعد يعتمد على الشغف ديالو في الكره وعلى الموهبه ديالو باش يحقق ربما حلم كيبان صعيب بزاف، خاصه ان السن ديالو كان متقدم بالنسبه لواحد باغي يدير كارير في الكره، خاصه اننا كندوي على اوروبا. فاوروبا بالنسبه للاعب محترف التكوين راه كيبداو انت صغير بزاف، يعني 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وهو في ديك الوقيته يعني ما كاينش تقارير دقيقه باش نعرفوا شحال كان عنده بالضبط من عام، ولكن غادي تكون جويه ديك 16 17 عام. وحمزه بالفعل نجح ووصل لاسبانيا، وهنا فين غتبدا المعركه الحقيقيه. فاش وصل يعني الاستقبال ما كانش بالورود، فكان خصو يخدم على راسو، وحمزه غادي يبدا من الزيرو. البدايه غادي تكون من مدينه صباديل اللي مدينه جايه في شمال شرق اسبانيا، جايه في اقليم كاتالونيا، ما بعيداش بزاف على برشلونه. غادي يجرب حظو، غادي ينجح انه يلتحق بفريق صغير سميتو ميركانتيل، فريق اللي كينيت في المدينه ديال صباديل، واللي هذا الفريق تاريخيا اصلا مخصص غير في تكوين وتطوير اللاعبين، والفئات السنيه ديال هذا الفريق كتلعب في الدوريات الجهويه ديال كاتالونيا. ولكن الفريق ما عندوش فريق ديال الكبار، يعني ما عندوش الفريق سينيور، فهو مختص غير في الفئات السنيه. وغيبدا حمزه معاهم المسار ديالو كجناح ايمن، شي مرات كيقدر كيلعب حتى جناح ايسر، شي مرات في وسط الميدان، ولكن البوست ديالو هو جناح ايمن. في 2020 غادي ينتقل لجيرونا اللي حتى هي فرقه كاينه في اقليم ديال كاتالونيا، وغادي ينضم للفريق ديالهم ديال اقل من 18 عام اللي كيلعب في القسم الشرفي ديال الشباب. 2021 غادي يكمل التنقل ديالو بين الفراقي وغادي يلتحق بالفريق ديال دام تحت 19 عام اللي حتى هما كيلعبوا في نفس الدوري القسم الشرفي ديال الشباب. وفي نفس العام نيت غادي يمشي لفريق سير دانيولا ديال تحت 19 عام. وفي 2022 لاول مره غادي يخرج من فرق الشباب وفرق ديال الفئات السنيه وغيلتحق بفريق بوبلا دي مافوميت، هذا الفريق اللي كيلعب في الديفيزيون الاولى ديال كاتالونيا واللي تقدر تمثل تقريبا المستوى السادس، نقدروا نقولوا 6 ديفيزيون بالنسبه للكره الاسبانيه. وهذا الفريق كيتعتبر كفريق احتياطي، فريق ريزيرف ديال فريق اكبر منه اللي هو جيمناستيك دي تاراغونا واللي كيلعب في مستويات اعلى. ومن بعد ما غيدوز عام ونص مع بوبلا دي مافوميت والمستوى ديالو غادي يكون مزيان، غادي يقرروا باش يطلعوه للفريق الاخر ديالهم اللي تابع ليهم واللي دوينا عليه جيمناستيك دي تاراغونا اللي كيلعب في الدوري الاسباني 3 ديفيزيون. وفي هذه الوقيته كان منافس قوي حتى باش يطلع ل2 ديفيزيون، ولكن فاش غادي يجي ما غاديش يلقى بلاصه بسهوله في الفريق ديجا شاد الريتم كيلعب على الطلوع
طلوع، فغادي يصيفطوه بريتي لفريق اوريويلا اللي كيلعب في الدرجه الرابعه الكاتريام ديفيزيون. وهنا غادي يكون فيها الخير على هذه الفرقه اوريويلا اللي غادي دير سيزون تاريخيه. Para Hamza. Qué bien, qué bien, ¡Gol, gol, gol, qué gol! bien, qué bien. ¡Gol de Hamza! Qué bien. ¡Gol de Orihuela! السيزون ديال 2023 2024 وحمزه معاهم غادي يساليو هما الرابعين ديال الكاتريام ديفيزيون، وتسالي انت الرابع يعني كتاهل باش تلعب الباراج باش تطلع للتروازيام ديفيزيون. الباراج اللي كيتكون من دومي فينال فينال غادي يقدروا انهم يربحوا الدومي فينال، وفي الفينال للاسف غادي يتعادلوا مع باراكالدو ب 3-3 في لالي والروتور. وفي السيستم ديال اسبانيا يعني فاش جوج فراق كيتعادلوا في الفينال فالاسبقيه اللي كيطلع هو اللي كان كلاسي احسن، اللي في هذه الحاله كان هو فريق باراكالدو يعني الفريق ديال حمزه بلاري اوريويلا زقلوا الطلوع على شويه. وفي الاخر ديال الموسم غادي تسالي الفتره ديال الاعاره وحمزه مره اخرى غيرجع للفريق ديالو جيمناستيك ديال طاراغونا. فكما كتشوفوا الرحله كانت طويله مليئه بالشك بالتحديات بالاختبارات القاسيه، بزاف ديال ديفيزيون، بزاف ديال المنافسات، بزاف ديال الماتشات اللي قاصحين، وفي كل محطه وكل مره حمزه كيبدل فيها الفرقه فراه خصو يثبت راسو من جديد ويحاول ينجح باي طريقه، لان كاع الامل ديالو حطهم على كره، وبفضل الموهبه ديالو والسرعه ديالو والقدره ديالو على المراوغه سميتو غتبدا كدور شويه شويه مع التجارب اللي دار، خاصه انه في مداز كيقدم مستوى مزيان كيخلي بلاصتو نقيه. وغادي تجي اللحظه اللي غادي تبدل كل شيء، فريق فالنسيا الاسباني غادي يدخل في لافير. في جوية 2024 الفريق ديال فالنسيا غادي يكون انتريسي بحمزه اللي كان ديك الساعه عنده 20 عام، غادي يريكروتيوه ب 180 الف اورو وغادي يحطوه مع ليكيب بي، ففرصه اللي ما كتعطاش لاي واحد، خاصه اننا كندويو على كلوب ونادي اللي كبير بزاف في اسبانيا، عنده التاريخ ديالو، عنده البريستيج والالقاب ديالو. وماتش مور ماتش مع ليكيب بي حمزه غيبدا يخطف الانظار شويه بشويه، تعلم بزاف ومع مرور الوقت صافي ما بقاش داك اللاعب شاب ولا مشروع لاعب كامل واجد يمكن له تعتمد عليه في بعض المباريات في الفريق الاول كاع. China parado de Nilton Reguital, cuidado que ataca el Mestalla Hamza y gol. وفي موسم 2024 2025 جات اللحظه اللي كان كيحلم بها حمزه حياته كامل. كارلوس كوربيران المدرب ديال فالنسيا غادي يكونفوكي اللاعب حمزه بلاري لاول مره باش يجي للفريق الاول ويكون في الفويد ماتش اللي غادي يكون بين فالنسيا وجيرونا في الجوله 28 من الدوري الاسباني. واخا كتبقى غير كونفوكاسيون انه ما لعبش في داك الماتش، بقى في الاحتياط، ولكن داك الماتش ما كانتش مباراة عادية بالنسبة لحمزة وبالنسبة للقصة ديالنا. داك الماتش كان دليل على ان الرحلة اللي بدات وسط البحر في مغامرة كلها مخاطر ديال توصل ولا ما توصلش، الرحلة وصلت حتى لابواب الليغا، واحد من اقوى دوريات العالم. حمزة حاليا عنده عقد مع فالنسيا كيمتد حتى 2026. في اوت 2025 فالنسيا بريتا والفريق ديال اندنسي، الفريق اللي كيلعب معاه حاليا، الفريق اللي كيلعب في الدرجة الثالثة واللي كيقدم مستوى كبير واللي كينافس بقوة باش انه يطلع للدوزيام ديفيزيون، ومعاهم حمزة اللي ولا كيتعتبر مهم بالنسبه للفريق، تبت راسو مره اخرى، فهو كيتعتبر من احسن اللاعبين ديال الفريق من ناحيه ديال النوطاسيون، كيتعتبر كذلك افضل لاعب في الفريق من ناحيه عدد المراوغات الناجحه في كل مباراه. وواخا انه ما كيلعبش ديما تيتولير، يعني مره كيبدا مره كيدخل احتياطي، ولكن المهم هو انه كيلعب باستمرار، عنده المعدل ديال 44 دقيقه في كل ماتش وكيواصل التطور ديالو خطوه بخطوه. الرحله ديال حمزه ما كانتش سهله وما كانتش عاديه، من دري خاطر بحياته وسط البحر، لاعب محترف كيلبس ديال واحد من كبار الانديه في اسبانيا. القصه ديالو قصه ديال المثابره، الصبر والتقاتل، وحتى اليوم نيت حمزه بلاري مازال ما وصلش للنهايه، مازال كيقاتل، مازال كيحلم، ومازال كيكمل الكتابه ديال القصه ديالو. كنتمنى تكون عجباتكم هذه القصه، حتى تخليو لي في لي كومونتير الاراء ديالكم على هذه المغامره الواعره ديال حمزه بلاري. بكم كنا وبكم سنكون، مهدي خليل يحييكم، تلاقاو في الفيديو الجاي.